غوانتنامو في 2014. نعم. الشهر 6 نحن خرجنا من غوانتنامو، وكان هناك عدد كثير تقريبا أكثر من 100، ولكن لما خرجنا من هناك بعد ذلك يخرج الإخوة من هناك بدفعات مختلفة. الآن بقي عددهم 40 شخص. هؤلاء يعتبرون خطرين بالنسبة للولايات المتحدة؟ الأمريكان يقولون هكذا. حسنا. أيوة. وأنتم ممنوعون من السفر والحركة، ولكنكم في الفترة الأخيرة زرتم موسكو للاحتفال بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي السابق ومملكة أفغانستان حين كانت مملكة. حسنا، كيف تنظرون إلى الوضع السياسي إجمالا الآن في أفغانستان، وهل يمكن أن نقول أن طالبان هي التي ستسيطر مرة أخرى على الوضع فيه؟ لو سمحت أرد عليك على السؤال الأول. ممنوعين من السفر، نحن تقريبا 5 إخوة جئنا إلى قطر بتبادل الأسير الجندي أمريكي. كانت الاتفاقية بين الإخوة الذين يشتغلون في المكتب السياسي في قطر وبين الأمريكان للسنة واحدة. قالوا إلى سنة هؤلاء ال5 ما يخرجون من قطر، تكون عليهم إقامة إجبارية. نعم. ما يخرجون من قطر وما يحضرون إلى المجالس وما يسافرون لا إلى العلاج ولا إلى المراسم نعم. الدينية ولا إلى أي شيء. بعد نهاية السنة هم أحرار، تقريبا يجلسون في قطر أو يخرجون من قطر أو يزورون بلاد، يسافرون، ما عندهم أي مشكلة. ولكن الآن تقريبا كملت 5 سنوات إلى الآن نحن ممنوعين من السفر، إلا قبل رمضان أو في رمضان. الإخوة أصروا على هذا الشيء، على تيم المذكرات الأمريكي، إن هذا تيم المذكرات كيف ما يستطيعون يسافرون إلى الدول، وكيف تنجح هذه المفاوضات، وكيف تكون تقريبا منتجة ومثمرة هذه المفاوضات والمذاكرات إذا هؤلاء الناس تيم مذكراتهم ما يستطيعون يسافرون. فهم تقريبا كأنهم أجبروا إلى هذا الشيء، فقالوا خلاص الآن إلى 9 أشهر هؤلاء الناس مسموح لهم سفر إلى الدول، ولكن بشرط هذا السفر يكون إلى الدول بشرط المذاكرات. يكون هناك مثلا مجلس المذاكرات وهؤلاء الناس يستطيعون يسافرون. إذا ما تكون هناك مذاكرات ممنوعين من السفر إلى الآن، لا يستطيعون يسافرون إلى العلاج. يعني بضمانة الدولة المضيفة. أكيد، هذا أكيد. أيوة. ما يستطيعون يسافرون إلى العلاج، إلى الدواء، إلى المراسم الدينية، مع أن هذا من حقوق البشر، العلاج والدواء. نعم. والمراسم الدينية. نعم. هذا أظن ليس في قانون القائمة السوداء. أيوة. يعني أنتم خرجتم إلى موسكو بضمانة الحكومة الروسية أن تعودون مرة أخرى أكيد. إلى قطر. أكيد. أيوة. إذن هذا هو اعتراف أمريكي روسي مشترك بأنكم حركة شرعية بعد أن كنتم مدرجين في قائمة المنظمات الإرهابية، أليس كذلك؟ هم أمريكان، كل أحد إذا يخالف الأمريكا أمريكان يريدون يدرجونه في القائمة السوداء. نعم. ويفتون عليهم بأن هذا إرهابي، لأن يخالف منافع أمريكا، لأن يخالف أمريكا حتى لا تسيطر على العالم، وهم يريدون يسيطرون على العالم الإسلامي والغير الإسلامي كلهم. إذا في أحد يخالف يقول أنت إرهابي، ونحن الحمد لله نستطيع أن نرفع هذا الصوت. يعني كما هو معروف أنتم اتهمتم بإيواء أسامة بن لادن الذي اتهمته الولايات المتحدة دون أن تقدم الدليل القاطع على أنه كان وراء تفجيرات 11 من سبتمبر التي أسماها غزوة نيويورك هو نفسه أو جماعة بن لادن. لماذا أنتم كنتم حريصين على أن يبقى بن لادن في الأراضي الأفغانية، وكان بالإمكان أما الطلب منه بمغادرة البلاد أو تسليمه إذا لم تكونوا حلفاء له؟ في ذلك الزمان لما كان حكومتنا الإمارة الإسلامية الأفغانية، نحن نسميه بهذا الاسم. نعم. وتقريبا حاولت حتى